أهلا ومرحبا. عدنا من جديد في توعية مجتمعية جديدة وموضوع جديد. المؤامرة ونظرية المؤامرة على المجتمع اليمني الغلبان، المجتمع المسكين الذي تطاردته هذه النظرية منذ عقود ومنذ مئات السنوات، بعد أن فشل في تكوين نفسه وإظهار دولة لنفسه وتماسك أحزاب وتكتلات ومجتمع وقبائل ومناطق، ذهب إلى موضوع المؤامرة التي هي المخرج والشماعة. تلقى اليمني يتآمر مع نفسه، يتآمر هو روحه أرجله مش سديت مع بعض. إذا وجد أنه في هناك مشكلة، إذا وجد أنه لم يجد له لقمة عيش، إذا به يرمي بالتهم إلى أمريكا وإسرائيل وأمريكا وزلمنطانيا والصين والسعودية والإمارات دون أن يرى أنه أصلا هو من تأمر على نفسه. اليمني يكذب على روحه بأشياء كثيرة. اليمني نفسه هو من يصنع مؤامرة لنفسه حتى يستطيع أن يتعامل أو يستطيع أن يتكلم مع نفسه في هذا الأمور. نجد أن اليمني دائما يشتم أو يسب أو يتكلم في دول أخرى من شأنها أنها بتتآمر على اليمن، وأنها يعني نجاح هذه البلدان هي من فشلنا، وأنه فشل لو نجحت اليمن ستدمر السعودية، والسعودية هتخرج والسعودية هتكمل وما عاد فيش معاهم ولا حد. كلام فاضي. التآمر اللي أنت تصنعه في عقلك هو نقص وعجز وكسل وحالة من التخدير والتخزينة، كلمات تعطيها لها لنفسك ما أنت مدرك ما هي المؤامرة حقيقة. المؤامرة نسيج يعني يصنعه من يحكمك في فترة من الفترات. فمثلا في الشمال حاليا عند السلطات الحوثية تنشر دائما باستمرار أن السعودية والإمارات وأمريكا هؤلاء يريدون لليمن الشر، وهؤلاء بيدمروا اليمن، هؤلاء يا حبيبي يجب أن يسوقوا على هذا الموال من أجل أن يحكموا أكثر، من أجل أن يجعلوا منك كإنسان يبحث عن المؤامرة خارج، وأن الغرب هم من يتآمر، وأن الخارج هم من يتآمر، وليس هم الذي يقوموا بالدفاع عن هذه المؤامرة، وهم الدفاع اللي بيشتغلوا على الدفاع عن المؤامرة. باختصار يصنع البعبع أو الفزاعة من أجل أن يضع نفسه في طرف آخر يدافع عن هذا الشيء، وأنت تتفرج هذا الفيلم ما بين رجل حرب ورجل سلام فقط، لأنه بدون ذلك ما بيقدر يستمر في هذا الشيء. تلقى عند الشريعة نفس الشيء، بيقاتل مقاتلين وشماعة إيران وسلالة وحوثي وجاي من إيران، بل كلام وبلبلة وهدرك حتى يستمر المسؤول في الشرعية بالنهب والسرق والطمأنينة والاستقرار، كما هو الحال عند الحوثي. شماعة المؤامرة تجدها عند الجميع. لهذا ما تلقاش اللي عند الشرعية يقول أن السعودية سبب دمار اليمن، لا، لأنه هو يرتزق من السعودية. يقول أن سبب دمار اليمن الحوثي يقول أن سبب دمار اليمن السعودية. ليش؟ لأنه فلوسه من إيران، وهكذا. والشعب هو نفسه من يتحمل هذه المصيبة. الشعب يستحق، الشعب يستاهل. الشعب هو نفسه الذي كان في 70 في 2011 وكان في 60، واليوم هو نفس اللي في 70، نفس المنتج، هو نفس البضاعة، نفس البيبسي اللي قالوا عنها مقاطعة إسرائيلية في بعض الدول من أجل يسوقوها بطريقة جذابة. عملوا لها رشة كذا بمصانع، رشوا لها العلبة بتصميم معين وطلع اسم البيبس، طلعوا له اسم غير الاسم، لكن المنتج الداخلي هو نفس المنتج. هذا هو اليمني من داخله، هو هذا هو اللي كان موجود في 2011 واللي موجود في 2006 واللي موجود من قبل، هو هذا نفسه اليوم الذي موجود فيه. نحن نصنع المؤامرة لأنفسنا، ونحن نتكيف على مؤامراتنا بأنفسنا، ولكن من الصعب أن نجلد ذات ضمائرنا ونقول لأنفسنا لا والله احنا غلطانين، احنا من العالم
أصلا مش فاضي يدور لك. العالم يبحث عن مصالح نفسه، كل دولة تبحث عن مصالح نفسها. إذا بحثت أنت عن مصالح نفسك ستجد نفسك في الطريق الذي أنت بتنشغل فيه عن صناعة حالك، يعني وعيا، فكرا، علما، اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا. لكن عندما تكون أنت مفلس في هذا الأمور، ما عندك أي خطط، ما عندك شيء، فترى الآخرين أنهم يتآمروا عليك. فترى مثل هذاك اللي عنده واحد بقالة، وواحد جاء فاتح بقالة جنبه وبدأ يتطور ويشتغل بصورة حلوة، وعنده خطة في العمل وبالبزنس واستراتيجية ممتازة وطريقة العروض والشغل والاهتمام. وصاحبنا اللي معه البقالة القديمة مش عارف كيف يشتغل، ما عنده إلا في حاجة واحدة، إيش؟ أقوم أحارب هذاك وأقول هذا يتعرض على الزبائن حقي، هذا بيدمر حق الكذا، هذا بيشوه سمعتي، هذا بيقول علي كذا، هذا بيقول. هذا نسميها العجز. وهذا بشكل كبير منتشر في اليمن بشكل كبير. عندما يعجز الإنسان عن إظهار نفسه بصورة حسنة يقوم بالتهجم على غيره مع الأسف، وهذه ظاهرة مجتمعية منتشرة. فختاما، لا تتآمر على نفسك ولا تجلد نفسك بلومها أن الناس تتآمر عليك. أنت من تصنع الفارق، وأنت من تقنع نفسك أنك لست من ضمن هذا المخطط الذي دائما ما يتحدث الناس عنه. دمتم بخير، ونراكم في لقاء قادم إن شاء الله.